هذا الشيء صرا نهار اللي ربحت الجزائر لا كوب دو موند. فرحت الناس، غنت، زغرتت، حتى ما بقات فيهم فرصة. بيناتنا الحالة كانت شوية ابوكاليبتيك، حاجة ما عادت ولات للعادة. الاقتصاد تغير في البلاد وما بقى فيه لا بيع ولا شراء، تبسيمة ولا تكفي باش تقضي حاجياتك يا خويا. بيزامون الشيء هذا ادى باش الدينار تزيد يتجاوز لو دولار، لورو اي ميم لو ين في لابورس دو نيويورك. باغ كونسيكون ولات الدخله للجزائر بالفيزا للعالم اجمع، الا لي سكان المغرب اللي وقفوا معانا ربي يحمر لهم وجههم. حتى زيدان وبولي طلبوا لا ريزيدانس في الجزائر، قالوا حبينا نكملوا ايامنا في بلاد الفوت. وي كم كوا الدنيا تدور. في نفس الوقت بمصر، اوه على مصر، يا حرام على مصر، الاهرام الكل تفك. وعلاش؟ انا نقول لكم علاش. La performance des Algériens tout au long des matchs était tellement extraordinaire que نطقت لو سفانكس وبكات والمسكين ولا يعيط ويعيط ويعيط. نعاودو نقولوا للجزائر on était bien obligé de mettre الوليد زياني sous haute surveillance et même très rapproché. نسيت ما قلت لكمش على سعدان. Il a été nommé président de l'ONU. قال لك الحل السلم في العالم بين يديه هو. فوالا هذا هو اللي صرا نهار اللي ربحنا لا كوب دي موند. هذا في خيالي الواسع. من لهذاك النهار افتح البيبان يا مانديلا، رانا جايين.